بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إسلام لطفي شلبي، اسم الشهرة بتاعي إسلام لطفي. أنا محامي في الاستئناف العالي، وكيل مؤسسي حزب التيار المصري، وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة. أنا تخصصي في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكنت شغال المدير السابق لبرنامج القانون الدولي لحقوق الإنسان في الجامعة الأمريكية. أنا مرشح عن حزب التيار المصري والائتلاف على الدائرة الرابعة في محافظة الجيزة، اللي هي بتشمل قسم كرداسة، قسم شرطة الأهرام، قسم شرطة أكتوبر، والشيخ زايد، والواحات. الحقيقة أن ثورة يناير وما تلاها من أحداث كانت هي الدافع الرئيسي والمحرك ليا في الترشح، لأن أنا عندي قناعة أن الثورة لم تستكمل أهدافها بعد، وأن احنا لو احنا عايزين ننهض بمصر ومصر تكون في وضعها اللائق بيها، وأنا شايف أن الوضع اللائق بمصر أن هي تكون إحدى الدول العظمى في العالم، لأنها مؤهلة بكده وشعبها مؤهل لكده، ولأن إرثها الحضاري وموقعها الجغرافي يؤهلها لكده. مصر لو لم تستكمل أهداف الثورة سنرجع إلى الوراء يعني مئات السنين، لأن أنصاف الثورات هي أكفان للشعوب. أنا نازل على الدائرة الرابعة في محافظة الجيزة، اللي هي فيها كرداسة وناهية، وفيها الأهرام، وفيها أكتوبر وزايد والواحات. الحقيقة أنا محظوظ إن أنا نازل في الدائرة دي. الدائرة دي بالنسبة لي مصر الصغيرة. الدائرة دي فيها الفلاحين والزراعة، وفيها الآثار والسياحة، وفيها الصناعة. الحقيقة هي الدائرة دي زي ما أنا قلت هي تمثيل لمصر، يعني هي مصر صغيرة. الملفات اللي فيها شديدة التنوع وشديدة التشعب ومعقدة، يعني عندنا مناطق ريفية، عندنا مناطق حضرية، عندنا مناطق صناعية، عندنا مناطق جذب سياحي، عندنا في إشكاليات في الصحة وفي قطاع النقل والمواصلات، وعندنا إشكاليات في الإسكان وفي البناء على الأرض الزراعية، عندنا إشكاليات في الصرف الصحي. فعمر ما حد هيقدر يقول ان هو هيحل هذه المشاكل لوحده، طبعا في ظل غياب المحليات، لان كتير جدا من المشاكل دي هي اختصاص اصيل للمحليات، ولكن بتضافر جهود المخلصين والمهتمين هنقدر ان احنا نحاول نوصل لتشريعات والقوانين ولتعديلات في الجهاز الاداري للدوله وفي موازنه الدوله وفي خطه الدوله، بحيث ان احنا نحقق اكبر قدر من الاستفاده كويس للمنطقه دي ولكل المناطق الشبيهه والمماثله في مصر. أنا مقتنع تماما لو احنا عايزين ننمي السياحة ما ينفعش الناس اللي ساكنة في مناطق لصيقة للمناطق الأثرية الأكثر أهمية في العالم واللي هم شغالين في مجال السياحة يكونوا عايشين في ظروف معيشية صعبة زي اللي بيعيشها سكان منطقة نزلة السمان أو البطران أو المنطقة المحيطة. لازم يتعمل إعادة تخطيط للمنطقة بالكامل، لازم يكون الخدمات كلها متوفرة، لازم الناس اللي موجودة في المنطقة دي تكون حاسين إن هم في وضع معيشي متميز، وان فيه اهتمام حقيقي من الدوله ليهم، لان هم دول واجهه مصر وهم دول اول ما يقع عليهم عين الساح في مصر. انا عندي الحلم بتاعي في مجلس الشعب مسارين، مسار بينصب على المواطن المصري ومسار بينصب على مكانه مصر. المواطن المصري عانى كتير جدا وتعب كتير جدا، وجاي الوقت ان احنا نبدا نفكر في اللي المواطن محتاجه مش اللي احنا متخيلين ان المواطن محتاجه. لازم ننزل للناس ونشوف احتياجاتهم، وبنقول احتياجاتهم مش عشان انا بديل للمحليات، لا، علشان ابدا اقترح قوانين ومشروعات وتعديلات تشريعيه تخلي المواطن المصري يعيش عيشه ادميه ويبدا يتمتع بخيرات بدل ما كانت بتروح. وده طبعا اهم نقطه بنبدا بيها في الموضوع ده، ان احنا نوقف حنفيه الفساد. حنفيه الفساد بتستنزف الجانب الاكثر من موارد المصريين، ولو قفلناها هنقدر نوفر جانب كبير من فلوس المصريين ومن مواردهم للتعليم وللصحة وللسكن وللمواصلات. النقطة الثانية ان انت نبدأ نوجه الموارد للأولويات اللي الناس محتاجاها، ويبقى في اعتناء اكتر بالمواطن وبالعدالة الاجتماعية. الشق الثاني متعلق بمكانة مصر. انا بقول ان مصر دورها وحجمها اكبر من مساحتها. دور مصر يتعدى المليون كيلو اللي هم مساحة مصر. مصر مؤثرة جدا في نطاقها العربي، في نطاقها الافريقي، في نطاقها الاسلامي، حتى في نطاقها المتوسطي وحوض البحر المتوسط. لو قدرنا نفعل دور مصر وترجع مصر لسابق عهدها في هذه الدوائر اللي بننتمي اليها، يبقى مصر تبوأت مقعد على العالميه. كل الناس بتشترك في انها بتحلم لمصر، وكل الناس بتقول انها عايزه تحط مصر تبقى دوله عظيمه وتبقى دوله ناهضه وان الناس تستريح. ولكن انا بقول ان احنا الميزه عندنا ان احنا شباب، احنا جايين من شوارع مصر ومن ميادينها، احنا شلنا ارواحنا على ايدينا ونزلنا، والحمد لله ربنا جعلنا سبب في التغيير اللي مصر عايشاه حاليا. احنا اللي حلمنا الحلم الثوري، واحنا اللي حطينا الاهداف والمطالبات، وعشان كده احنا مقتنعين ان احنا عندنا القدره الاكثر على متابعتها وعلى تنفيذها. احنا اللي اتعلمنا تعليم سيء، احنا اللي تعالجناش في المستشفيات الحكومه، احنا اللي كنا عايشين بلا حلم وبلا امل. عشان كده احنا حاسين بكل
ألم بيتألمه مصري، وبكل معاناة بيعانيها حد، وعارفين يعني إيه شاب مش عارف يتجوز، يعني إيه في حد بيموت عشان مش لاقي سرير في مستشفى. الكلام ده كله إحنا حاسين بيه ومدركينه، لأن إحنا جايين من وسط الناس دول. وعشان كده إحنا بنقول إن إحنا هنكون أقدر إن إحنا نوصل أصوات الناس بنفس الحماسة والقوة اللي إحنا نزلنا بيها الشوارع وما خفناش من ظلم. بنقول إن إحنا هننزل تاني، ونفس الأداء ده هنعمله في البرلمان. مش هنقعد نزعق ولا هنخبط، ولكن نفس الروح، نفس العزيمة، نفس الاتكال على الله سبحانه وتعالى، هنقدر ان احنا نغير في مصر وان احنا نخلي مصر افضل. وبرضو اهم ميزة بتفرقنا عن بقية الاحزاب والكيانات اللي نازلة ان احنا معناش فلوس، واحنا معناش نعمل دعاية، ومعناش نعلق يافط كبيرة ولا نعمل اعلانات تلفزيون، فضلا ان احنا يكون عندنا قنوات او جرايد. ولكن احنا عندنا اقتنعنا بان البلد دي لازم تتقدم ولازم تتطور. عندنا شباب متحمس، احنا مش عايزين نوزع على الناس في بيوت ورق، احنا عايزين نوزع بني ادمين. احنا هنوزع شباب يعرضوا نفسهم على الناس ويكلموهم. عندنا حب الناس لينا وقناعتهم. عندنا الناس اللي كانت في ايام الثوره الاولى وما تلاها من شهور بتيجي تقول البركه في الشباب، وانتوا الامل، وانتوا التغيير، واتكلوا على الله واحنا في ظهركم. احنا بنقول للناس احنا نزلنا، احنا قررنا ان احنا نخوض غمار المسؤوليه، وان احنا نحاول فعلا نطلع من فكره الثوره اللي بقت تقلق الناس في مصر، ونقول ان هي الثوره مش ميادين بس، مش اعتصامات بس، لا، الثوره احنا هنوصلها للبرلمان، الثوره هنوصلها للتشريع، الثوره هنوصلها للجهاز الاداري في الدوله. مصر لو مكتوب لها انها تتقسم لازم تتقسم لمعسكرين، معسكر الثوره ومعسكر بقايا النظام، ويجب ان كل الشرفاء يتكتلوا في جانب ضد كل رموز الفساد والافساد اللي ضيعت مصر على مدار السنين اللي فاتت. الثوره ثوره شعب، ولكن كان لا اشعل الشراره الشباب، وده دليل ان في قدره على تنفيذ الاحلام، وده اللي مصر محتاجاه، محتاجه ناس تحلم وفي نفس الوقت تكون قادره على تنفيذ الحلم ده.